انت تعرف ان في شركات اغلى من كل المنافسين ومع ذلك الناس بتجري عليها، وفي شركات تانية ارخص وبرضه بتخسر. طب ايه الفرق؟ اهلا بيكم في سلسلة جديدة من ملعب البيزنس. في السلسلة دي احنا مش بنتكلم عن نصايح عامة، احنا بندخل جوه طريقة تفكير الشركات الناجحة، ازاي بتقرر وازاي بتنمو وكيفية التعامل مع المنافسين، وازاي كمان تبني نظام يستمر. لما ستاربكس بدأت تنتشر عالميا ما كانتش ارخص قهوة في السوق، بالعكس ناس كتير كانت بتقول ليه ادفع المبلغ ده كله في قهوة. لكن الحقيقة ستاربكس ما كانتش بتبيع قهوة بس، كانت بتبيع تجربة، مكان، هوية، وإحساس معين. يعني العميل ما كانش بيشتري المنتج بس، كان بيشتري كمان الشعور المرتبط بالمنتج. لو عندك شركة قدامك 3 طرق للمنافسة: 1 تبقى الأرخص، 2 تبقى الأفضل في القيمة، 3 تبقى الأسرع انتشارا. وكالعادة معانا 5 ثواني، هستنى اختيارك في الكومنتات، اكتب 1 أو 2 أو 3. 1 تبقى الأرخص، ودي أسهل طريقة تدخل بيها السوق، بس خلي بالك أخطر مشكلة فيها إن أي منافس يقدر ينزل أقل منك، فبتتحول المنافسة لحرب أسعار، والنتيجة غالبا هامش أقل، ضغط أكبر، وجودة أضعف. وده اللي بيخلي شركات كتير تبيع أكتر لكن بتكسب أقل. 2 تبقى الأفضل في القيمة، وده اللي عملته ستاربكس. الشركة ما سألتش إزاي نبقى الأرخص، لكن سألت إزاي نخلي العميل يحب التجربة نفسها. لما العميل يحس بقيمة حقيقية السعر بيبقى أقل حساسية، وده بيبني ولاء وربحية أعلى واستقرار أكبر. 3 تبقى الأسرع انتشارا، ودي استراتيجية شركات كتير في البداية، إنها تنتشر بسرعة قبل أي حد، والميزة إنها هنا بتكسب حصة سوقية أعلى. لكن الخطر لو النظام الداخلي ضعيف، التوسع نفسه ممكن يدمر الشركة. الشركات الناجحة مش بتسأل ازاي نبيع ارخص، لكن بتسأل ازاي يكون الاختيار واضح، لان العميل مش بيشتري السعر بس، العميل بيشتري الثقة والتجربة والقيمة اللي بيحس بيها. المنافسة الحقيقية مش على السعر، المنافسة على القيمة الحقيقية اللي العميل ما يقدرش يستغنى عنها بسهولة. لو انت مكان شركة جديدة في السوق، هتختار السعر ولا القيمة ولا الانتشار؟ وهنا نيجي لسؤال مهم: ليه بعض الشركات بترفض عملاء بالرغم ان هي عايزة تكبر؟ وده هيكون موضوع حلقتنا الجاية. انا الدكتور احمد ابو المعاطي، وفي